لا خاصنا كلمه، خاص الناس يسمعوا لنا لان الوضع مؤلم. انا جيت اليوم كصحفي انا وزوجتي نغطيو في اطار صحفي. الزوجه ديالي بالبطاقه ديالها، البطاقه موصلين هذا الشيء خطير، خاص الناس يسمعوا، خاص الناس يعرفوا شنو وقع اليوم. هاد البلاد ما دير بوه حتى واحد بالدارجه المغربيه، هاد البلاد ما دير بوه حتى واحد ديال المغاربه كاملين. اما ملي كتوصل لكرامتنا وتحقروا ولا كنحتارموا وكنقدروا وعبرنا بما يكفي، ولكن باش تستفز الزوجه وتبقى تقول هذاك العبارات النابيه، اسمح لي كل واحد يحط راسو بلاصتو. كل صحفي يحتضر واحد قال له لمرتو كلمه العيب، شنو وقع السلم دابا؟ سبوا المراه ديالي وعرفوا انا صحفيه وجاو كيتحرشوا بها. شكون هذا؟ بوليس. شكون هما السيفيل؟ هذه نساء السي عبد اللطيف الحموشي كيعرفني كنقدرو رغم دوزنا 3 سنين وكنعبر ليه حتى شحال من مره وما كنجبدوش من خرجت من الحبس. ما عمركم شفتوني جبت الحموشي ولا جبت الجيش ولا جبت المؤسسه الملكيه وكنخدم في اطار كنفع البلاد، رغم كل ما كيبغيو الناس يدفعونا. عارف انا مصلحه المغرب كنقدروا المجهودات، ولكن ملي عاوتاني الا كان خوك عسل ما تلحسوش. راس مالنا كرامه ما عندنا والو باش يجي بوليسي ويتحرش لي بزوجتي وماشي زوجه كدير المهنه يعني جايه تغطي. وعدد من المواقع هما هنا حاضرين جاو قالوا لي يا حمد عطينا تصريح، قلت لهم لا الاخوان انا جاي كصحفي، انا كنغطي كصحفي، ما بغيتش يعني ندير تصريحات. وعاد قبيله عطينا تصريح لهذا الاخوان، ماشي كنقول هذا الشيء باش شي واحد يقول لي شكرا يا حميد ولا انت حميد غزال، هذا واجبي كمغربي. المغرب اليوم كيواجه تحرشات واستفزازات في وحدته الترابيه ما ينكرها الا خائن ولا جاحد. اسبانيا من جهه اليوم موقف ديال جنوب افريقيا، هذا الشيء ديال تعتبر بوليسانيو عندها ممثل ديالها في الامم المتحده اعتداء سافر. ولكن اسمح لينا ماشي حنا جينا درنا تصريح على نديرو جنوب افريقيا ودرت سبته وقال لي الاخ تضرب سليمان، قلت له لا، قلت له انا اليوم غنهضر على سبته وغنهضر على الموقف اللي دار جنوب افريقيا المخزي. ولكن منين نجي انا هكا ويجي بنادم يتحرش بالزوجه اللي هي جايبه بطاقه صحفيه، واش هذه اخلاق البوليس؟ هل هذا يشرف مؤسستكم الساده البوليس؟ خارج انك تأدي وظيفه اداريه ولا امنيه كتبقى انسان في اخر مطاف. والمغاربه عندهم المراه مقدسه الزوجه، والاسره المغربيه في ثقافتنا مقدسه. كيفاش طول على زوجتي؟ نكون واخا تكون زوجة اي شخص، راه المؤسسه هي الاخلاق، البوليس هما الاخلاق. نهار الاخلاق نهار المؤسسات. راه قاس كبريائي الزوجه ديالي هما جاو مواقع طلبوا مني تصريح سليمان رغم من حقي، هذا زميلنا كيما المحامون كيتضامنوا مع المحامون، البوليس كيتضامن مع البوليس، الجندارم كيتضامن مع الجندارم، واخا كلشي خصو يتضامن. حنا الصحفيين هذا راه واحد منا ديال 48 يوم كاويين وساكتين وكنبكيو بالدم، كنقولوا عباد الله راه جنوب افريقيا من قنت واسبانيا من قنت، ولكن راه ما يمكنش يكون خوك يولي عدوك اكثر من عدوك الحقيقي. راه عدونا هو نفسنا، باش كذبوا على بعضياتنا. حنا عدونا هو نفسنا، راه عدونا وسطنا. شنو هي دير السبت؟ شنو هو المغرب بلا انسان بلا كرامه الانسان؟ علاش مرات الزوجه تحرش بها انت بوليسي؟ علاش تحرش بها؟ علاش؟ واش الا تحرشتي بها غتحاصرني؟ وعباد الله راه كتمثل بالكسوه كتمثل المؤسسه، والمؤسسه اكبر من الفرد. الناس كيخلطوا، راك ملي كتهبط تنفذ القانون فانت تمثل الدوله المغربيه في هذه اللحظه، كل بوليسي هنا كيمثل الدوله المغربيه، فخصو يعرف الامانه اللي عنده. هل يرضى؟ ما بغيتش نسمي الاسماء، كنحترم مسؤولين ديال الدوله يبغي زوجاتهم يتحرش بها شي واحد. حنا جينا كنغطيو بطريقنا، ما نتعرضوش للاهانات والسب. كاين المنع لا يطالونا نحن، حتى البوليسي كدير خدمتك، الصحفي كيدير خدمته. الامن او المنع يطال الناس اللي دعوا الوقفه. قانون واضح بلا ما نبقى نهضروا في القانون، ولكن باش تعدى على الزوجه ديالنا بهذه الطريقه فهذا اساءه بالغه. راه كل واحد هنا مدان. حنا الزملاء الصحفيين، الاخوان الصحفيين، راه حنا جسم واحد، وراه الصحافه عنوان والحضاره، الصحافه عنوان والحداثه، الصحافه عنوان الديمقراطيه. راه حنا مكرفسين علينا حنا الصحفيين، راه حنا محقورين الصحفيين في هذه البلاد، محقورين حنا كصحفيين. صحفي 48 يوم داير اضراب عن الطعام، واخا يكون صهيوني، شي صهيوني انا ما نقبلوش يدير اضراب، واخا صهيوني فبالاحرى صحفي مغربي. هاد الحالات الصنفار الامنيه كلها شنو كاينه كاع؟ عندنا دستور، عندنا في 29 عندنا يظهر من 5 دقائق ويمشي بحالو. كتصورونا حنا بحال العصر الحجري، شنو غنديروا كاع؟ احزاب سياسيه دايره مؤتمرات ودايره وقفات. ديك النهار كنا كنقولوا للغرب والعالم نحن الافضل ونحن الاستثناء، وهندسنا ودرنا الدستور وصفقنا.
شنو هذا الشيء هذا شنو؟ وخارج هذا الشيء حنا صحفيين جينا نغطيو. علاش تستفز المرأة علاش؟ راه عيب وعار هذا الشيء المغاربه، هذا الانحراف الاخلاقي اللي ولا عيب وعار. ونقول لكم واحد الفكره، نساهم في هذا الانحراف كل لموقعه. راه أكلت اليوم أكل الثور الابيض. حيت حنا ما عندناش ما كايناش الغير على بعضياتنا. غتنوض القيامه تحرش بصحفيه في فرنسا ولا بريطانيا ولا في اسبانيا. بوليسي يتحرش بصحفيه في شي دوله اخرى والله حتى تنوض القيامه. حنا اللي كرامتنا مهدوره. حناش المغربي رخيص علاش؟ فبالاحرى صحفيه عباد الله. مع كامل الاسف الاخوان، والله ما كنت باغي نقول هذه الهضره ولا نهضروا بهذه الطريقه، دي بلادنا وكتمر مرحله دقيقه، ولكن باش نجيو نغطيو بوليسي يبقى يستفز اساليب ديال ما قبل وفقير حشومه هذا المستوى. قطعنا اشواط وجبنا مدونات سلوك وشعارات في واحد اللحظه لقينا راسنا في العصر الحجري، تستفز المراه. حتى في المغول ما كانوش كيحقروا المراه، هذه راه مرتي بحال مرتكم. حشومه كاع عيب وعار، عيب وعار. ولكن كل واحد كيعبر على اخلاقه. شكرا لكم الاخوان.